السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة اليوم طبق ديال البطاطا والكفتة في الفران. طبق تركي مشهور كيجي رائع ولذيذ. كنحتاجو الكفتة، كنديرو ليها العطرية شوية ديال البصلة تكون محكوكة، البيض، سكينجبير، الكمون، الملحة، البزار والتحميرة. كنخلطوهم مزيان. كان قزبوريه، بس ما تنساوش قزبوريه بس حيت كيعطيها واحد النكهه رائعه. المهم كنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى ندمجوا مع الكفته والقزبور. القزبور ومعدنوس مقطعين، ما تنساوهمش حتى هما. المهم كنجمعوا كل شيء، كنخلطوهم، كنشكلوا هكا على شكل خبيزات صغار. هانتوما تشوفوا خبيزات صغار ساهلين. نقطعوا البطاطا حتى هي مدوره، ونديروا بطاطا كفته، بطاطا كفته، دويره كفته، دويره بطاطا، حتى نكملوا الصينيه اللي غادي ندخلوها الفران. المهم هكا غادي نبقاو، من بعد غادي نديروا عليهم طوماط سوريز. الا ما كانش طوماط سوريز ماشي مشكل، هذاك اختياري. من بعد كنديروا لاصوص ولا الشرموله ديال الكفته. وهادشي ديال هاد البلا كنديروا معلقه ونص ديال مطيشه د الحك، كنديروا قزبر ومعدنوس، الثومه، الملحه، البزار والكمون والتحميره. كنخلطوهم مزيان كما كتشوفوا بحال هكا. كنحصلوا على واحد الصلصه. كنرشوها من الفوق على الطبق كله، يعني على الصينيه كامله. نرشوها مزيان، من بعد كنرشو بواحد الخويط ديال الزيت من الفوق. كندخلوها للفران حتى كتحمر، وهانتوما كتشوفوا كتجي هائله، والمذاق راه رائع جدا. طبق تركي رائع ومشهور، نتمنى يعجبكم. الا عجبكم الطبق ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات باش يوصلكم الجديد. والى اللقاء في طبق جديد ان شاء الله.